بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حلقة جديدة من حلقات قناة الخير، ومعكم أبو عبد الهادي. وبسم الله نبدأ إن شاء الله رب العالمين. تحياتي للإخوة المشاهدين، وأتمنى لكم مشاهدة طيبة واستفادة طيبة إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين. ده اليوم 35 من الدورة اللي داخل البطاريات. وبسم الله تبارك الله، زي ما حضراتكم كده شايفين، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأوزان ممتازة 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 ممتازة. يعني أنت بتبدأ الدورة وبتبدأ تتوكل على الله تربي، وما شاء الله ما شاء الله بالاهتمام وشوية التزامات كده بسيطة خالص، أنت بتنجح بالدورة إن شاء الله رب العالمين، وبتلاقي أوزان محترمة بفضل الله. والاوزان ديت ان شاء الله رب العالمين يعني ما بتجيش يعني من فراغ، لا. انت حضرتك بتبدا تهتم وتبدا تاخد بالك من النظافه والاكل، الفراخ الكويس، العلف الكويس، تنتقي العلف الكويس والكتكوت الكويس اللي تجيبه من مصدر موثوق منه. وبفضل الله الدنيا بتمشي معاك وبتبقى تمام التمام. في شخص عزيز كتب لي رسالة بيقول لي فيها ازاي ان احنا بنسوق الفراخ بعد ما بنربيها. والله تسويق الفراخ ده فيه بفضل الله يعني اكتر من طريقة انك تسوقهم. يعني اي حد فرارجي جنب منك بتشتري من عنده فراخ، كلمه وياخدهم منك. اي تاجر بتاع فراخ بياخدهم منك. في طرق كتيرة يعني. انت واخد بال حضرتك، الاهالي لما تعرض على النت، ان في عندك فراخ، هتلاقي مليون واحد يجي لك، خاصة لما تكون متربي في قلب البيت عندك. لان الفراخ تربيتها في قلب البيت طبعا انضف بكتير من المزارع، لان المزارع طبعا في ادوية وفي اهتمامات تانية خالص، واذا ما كانش يعمل كده الدنيا تبوظ عنده. فانما التربيه في قلب البيت بتبقى كميات محدوده وعدد محدود يعني. انما في قلب المزارع بالالافات ما شاء الله، ربنا يبارك للجميع. ف... فطريقه التسويق دي سهله جدا. المكان اللي انت بتجيب منه فراخ لبيتك، انت تروح تكلمه وتقول له والله انا عندي فراخ، وتظبط معاه. قول له طب وانا ان شاء الله رب العالمين هبدا ابيع يوم كذا ويوم كذا، اعمل حسابك تبقى معايا وكلام من ده. فبالتالي بيبقى معاك ان شاء الله رب العالمين، وبتتصرف. يعني الفراخ سهله، يعني الموضوع مش صعب يعني. فان شاء الله رب العالمين ابدا وتوكل على الله، وربنا يوفقك ويرزقك. انما المهم يا احباب، النهارده زي ما قلت لحضراتكم اليوم ال 35 اهو ما شاء الله، وفي اوزان ما شاء الله تبارك الله، حاجه محترمه. ربنا يبارك للجميع يا رب، اللهم امين. بشويه اهتمامات وشويه حاجات بسيطه انت بتعملها. طبعا الايام ديت الجو بيبقى حر شويه. انا زي ما انتم شايفين اهو، بصوا حضراتكم، بحط في قلب الميه رافع مناعه، وبحط فيه بالليل قبل ما بنام بحط اللي هو السيفامول، اللي هو خافض الحرارة. ويبقى يعني بعمل اللي عليا يعني بفضل الله، والأمور بتمشي يعني إن شاء الله رب العالمين. فعشان تاخد فرخ كويس لازم يبقى فيه شوية اهتمامات، لازم تاخد بالك منهم، بالك منهم جدا 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 يعني. النظافة، وبعد النظافة طبعا انت بتهتم بطريقة الأكل اللي انت بتحطها لهم، والمواعيد الثابتة في الأكل وما تغيرهاش. ده عوامل كلها بتؤدي في الآخر إلى إنتاج فرخ تسمين محترم بفضل الله. يعني أنا دلوقتي حالا اهوت الساعة دلوقتي 3 قرب العصر، وزي ما انتم شايفين اهو، طلعت لقيت درجة الحرارة يعني ايه شبه عالية شوية. فقمت جاي مبخبخ عليهم اهو، ما شاء الله شايفين الأمور مستقرة خالص. تغرقهم مية ولا تخاف من أي حاجة خالص. انت كده خفضت درجة حرارة الطائر، والدنيا تمام التمام. ويبدأ اهو زي ما انتم شايفين يجيله خمول وينام ويتبسط تمام التمام. يعني زي البني آدم بالظبط، وقت الحر خدت دش الخمول بتبقى تمام وفل الفل. فحضراتكم الاهتمام طيب يعني ما شاء الله، شايفين اهو، شايف لما غرقينهم ميه اهو تمام التمام وفل الفل. اللي ما عندوش امكانيات ان هو يعمل خلايا تبريد او كلام من ده، فالدنيا بتمشي يعني الحمد لله. زي ما شايفين حضراتكم، المروحه شغاله اهيت ما شاء الله، والجو دلوقتي رطب والجو تمام التمام.
زائد طبعا التجويع اللي انا عامله، شايل العلافات اهي وحاططها في جنب. وان شاء الله رب العالمين الساعه 6 او 7 بالليل بطلع احط العلب بتاعهم، والامور بتمشي ان شاء الله رب العالمين. وزي ما قلت لحضراتكم التجويع مهم جدا 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 يا احباب، لازم تاخدوا بالكم من الموضوع ده. بس طبعا التجويع ده للمراحل الطويله ديت بيبقى من بعد سن 20 يوم. بعد سن 20 يوم ان شاء الله رب العالمين بتبدا تجوع. ليه؟ لان بعد 20 يوم الطائر بقى ما شاء الله يعني جسمه بدأ يكتمل واعضائه بدأت تكتمل تمام التمام وفل الفل، ما شاء الله بيبدأ يستحمل بقى. طبعا انا ببدأ التجويع من سن 12 يوم او 10 ايام، نص ساعة فيما بعد، نص في نص نص، لغاية ما بوصل لسن 20 يوم ببقى حوالي جوعت يجي 5 ساعات. بعد كده حضراتكم ببدأ ان انا ازود بقى ساعات 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 لغاية ما بوصل سن كام؟ اخر عمر الدورة، لاخر عمر الدورة عندك جوع على طول. انا وصلت دلوقتي ل9 ساعات و10 ساعات من التجويع، والامور طيبه بفضل الله، ما فيش ادنى مشكله طبعا. وزائد طبعا موضوع الاظلام اللي انا بعمله برضك بالليل، الفتره من بعد ما بحط لهم الاكل الساعه 6 او 7 بالليل ما بقتش نور خالص لغايه بعد العشاء. هما بياكلوا وخلاص، بياكلوا ويناموا، اطلع لهم بعدها بساعتين اعيد النور، يبدا يخش على الاكل تاني. فمهم يا احباب، مهم الموضوع ده قوي يعني. فطبعا انا بتمنى لكم الخير طبعا، لو كنت بتشاهدني لغايه دلوقتي انا سعيد طبعا انك بتبقى معايا، وجزاك الله كل خير. يعني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلب الكومنتات، وربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب طاعته، اللهم امين يا رب العالمين. فيا احباب، والله يا احباب شويه اهتمامات بسيطه بفضل الله انت بتلاقي الدنيا بتتظبط معاك خالص خالص خالص. وموضوع البطاريات ده يعني موضوع ممتاز 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 ممتاز، حطه تحت ممتاز دي مليون خط وخط بفضل الله. ليه؟ نضيف. انت ما عليك انك بتشيل الدرج بتاع الدرج ده كده حضرتك اهي بس، وتنضفه اهو، وترجع تحطه تاني مكانه بس. وزائد انك بقى بتزود الميه بتاعتهم دايما على طول وتنضفها وتمسح، ودايما على طول تغسل الجرادل بتاع الميه، ودايما على طول معاهم بالنظافه والمكان دايما نظيف. اهتمامات بسيطه، وربنا يرزقنا ويرزق الجميع يا رب العالمين. ولو اشتغلت معاهم بالاعشاب زي ما انا بعمل كده والله ربنا هيبارك لك. وابعد عن العلاجات خالص. طول ما انت بعيد عن الادويه والحاجات ديت بتلاقي فرخ طالع كويس بفضل الله، والدنيا طيبه ما فيهاش اي مشاكل ولا في امراض ولا في اي حاجه. شويه اهتمامات بسيطه في تربيه الدوره بتلاقي الدوره بتنجح معاك وبتبقى تمام التمام. بدل مثلا اي رافع المناعه كتير أو في الصيدليات البطاريه والبشري. ولكن برضك في حاجات ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا جميلة جميلة في حياتنا، زي الكركم ده ممتاز، رافع مناعة ممتاز، ومطهر ومضاد أكسدة ممتاز. الكركم ممتاز لما ترشه على العلف. والحبة البركة ما شاء الله تبارك الله، الحبة السوداء ما شاء الله لما ترش عليها برضه على العلف شوية حبة سوداء ما شاء الله تبارك الله. وتوم بودرة وبصل بودرة، الحاجات ديت ممتازة يا جماعة، رافع مناعة ممتاز ممتاز ممتاز. وحاجة طبيعية يعني ما فيهاش مواد كيماوية ولا فيها أي مشاكل ولا أي أدنى مشكلة خالص. حاجات طبيعية من الطبيعة اللي ربنا خلقها. فأي حاجة ربنا خلقها سبحانه وتعالى لا فيها ضرر ولا فيها أي حاجة. إنما للأسف الإنسان هو اللي بيستغلها خطأ فبتتقلب للضد. إنما حضراتكم زي ما بقول لحضراتكم كده هو إن شاء الله رب العالمين اهتم بالاكل كويس، مواعيد ثابته في الاكل. طبعا انت من اول يوم لغايه 10 ايام انت الاكل قدامهم على طول ليل ونهار. وبعد ال10 ايام ابدا بقى اعمل مرحله التجويع وميعاد ثابت للاكل، واخدين بال حضراتكم. فالدنيا هتظبط معاك، انت عودت تفرخ على كده. وبتطلع طبعا المكان لقيت درجه الحراره قليله او عاليه، اسف عاليه شويه ولا اي حاجه، انت بتبخبخ عليهم ومشغل مروحه والجو جميل وتمام التمام. بس طبعا يفضل طبعا في السن الصغير طبعا من بعد 12 13 يوم الجو درجة الحرارة عندهم ما بتقلش عن ال30، صيف شتاء احباب، واخدين بالكم. انا بعد كده بقى طبعا المروحة ديت انت بتفصلها خالص بقى امتى بقى الكلام ده بقى؟ في الشتاء ان شاء الله رب العالمين. انما يبقى في شفاط في قلب المكان في الشتاء
لتغيير ريحة الجو في قلب المكان، ما يبقاش فيه روايح مش كويسة زي ريحة الأمونيا اللي بتطلع من السبلة بتاعتهم. لا، انت تحافظ في الموضوع دوت، هتلاقي الدنيا كويسة. انت تجديد هواء وحفاظ على درجة حرارة، الجو بيبقى تمام وفل الفل، وما شاء الله هتلاقي ايه صحة الطائر زي الفل، ما فيهاش اي مشاكل خالص. وما شاء الله زي ما بقول لحضراتكم، انتقوا النوعية اللي بتجيبوها. يعني انا بجيب الرز فرز ديوك، يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهوت، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. سن 35 يوم النهارده، ما شاء الله اوزان ممتازة 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 ممتازة، ربنا يبارك للجميع. 3 كيلو والله يا احباب، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله تبارك الله اهو يا احباب، اهو ما شاء الله 3 كيلو الا حوالي يجي 60 جرام. بسم الله تبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ربنا يبارك للجميع يا رب. طبعا حاجة ممتازة تبارك الله. وبفضل الله يا جماعة يعني الأوزان يعني متقاربة كده، يعني 3 كيلو، 3 كيلو إلا 100 جرام إلا 200 جرام، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يبارك لنا يا رب، ويوسع علينا جميعا، ويرزقنا ويرزقكم يا رب طاعته، اللهم آمين. فيا أحباب حاجة ممتازة، بسم الله تبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابدأوا على بركة الله، ربنا يرزقكم ويرزقنا جميعا. طبعا كنت سعيد بالوقت اللي بقضيه معاكم من قناة الخير، ودايما على طول بنكبر بيكم، وجزاكم الله كل خير. كان معاكم أبو عبد الهادي من قناة الخير، وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.